يومكم سعيد. اليوم حابة أشارك معاكم حلا بارد ولذيذ، حلا موكا الشوكولاتة. حلا سهل جدا وهو اختيار رائع لمحبين الشوكولاتة والقهوة. طريقته كتير سهلة ومكوناته مش كتير معقدة، ويعني طريقة التحضير ما بتاخد كتير وقت، فخلونا نبلش بالوصفة. أول شي رح أحتاج إلى 3/4 كوب من السكر، كوب إلا ربع من السكر، وبحتاج كمان 4 معالق من النشا، وراح أحتاج أيضاً إلى 3 معالق كبار من الدقيق. هحط عليهم معلقتين من الكاكاو الخام، وكمان معلقة كبيرة من النسكافيه أو أي قهوة سريعة التحضير، رشة ملح للنكهات تعادلها، وبحركهم هيك شوي لأمزج المكونات الجافة مع بعضيها قبل ما إني أضيف الحليب. وراح أحتاج بهاي الوصفة إلى لتر من الحليب السائل، لتر كامل من الحليب السائل. راح أحرك مكوناتي كلها على البارد علشان أحاول إني أدوبها قدر المستطاع لأخفف من تكون التكتلات، وبعدين راح أرفعها على نار متوسطة إلى هادية شوي علشان يبلش الخليط يتقل معي. يعني كل ما بيسخن بيبتدي يتقل. حضيف عليهم معلقة من الفانيليا السائلة وأستمر بالتقليب عشان ما يتكتلوا تحت في قاع الطنجرة. يعني عندي هون الخليط بلش يتقل ويتماسك شوي. راح أضيف عليه ظرف من الكريمة الباودر، الكريم شانتيه الباودر، واخترت نكهة الشوكولاتة بهاي الوصفة زي الدريم ويب أو دريم، أي نوع أنتوا بتفضلوه، ظرف واحد. وبحركها وبخليه يدوب ويتجانس معهم. بعدين حأضيف 3 معالق من الزبدة على الخليط، وهون ببتدي أخفف النار على الآخر لغاية ما إني أطفيها. مجرد ما بلشت الزبدة تدوب خلص بطفي النار، وعلى حرارة الخليط بتدوب معي الزبدة. راح أجهز هلأ خليط لتغميس البسكوت. ححط معلقتين من السكر، معلقة من النسكافيه، ومعلقة من الكاكاو، وأضيف عليهم الماء الساخن. راح أحتاج لربع كوب من الماء الساخن علشان يكون سهل علي إني أدوب المكونات الجافة. وبعد هيك لما أتأكد إنها كلها دابت ببتدي أضيف عليها الحليب. راح أحتاج إلى كوب من الحليب، حليب عادي مش ساخن، مش مشكلة، لأنه المكونات الجافة دابت أوريدي بالمي السخنة. هيك حصلنا على نكهة الموكا اللي هي شوكولاتة وكاكاو وحليب. وعندي بسكوت، أي نوع بسكوت سادة بتحبوه أو بسكوت شوكولاتة بتزبط بأي نوع. منصير نغمس البسكوتات بالخليط التغميس ونرصهم ببايركس، بصينية، بأي شكل أنتوا بتحبوا تقدموا فيه. بنعمل طبقة من البسكوت مرصوصين جنب بعض لغاية ما نكمل البايركس عندك كل الصف. بعدين بنحط عليه طبقة غنية من الخليط. هي مش لازم تكون يعني البسكوتات باينين كتير، هي طعمها أقرب إلى الموس وغنية كتير، فحطوا كمية وافرة هيك من الخليط اللي إحنا عملناه. هو ساخن عادي جدا، وكل ما تحسوا إنه تكون تكتلات بالطنجرة يعني استخدموا المضرب وحركوهن شوي. وبعدين بنحط الطبقة الثانية من البسكوت بنفس الطريقة، بنغمس البسكوت بالخليط وبنحطه، وبعدين بنحط عليه خليط تاني من الخلطة اللي إحنا عملناها، وبنرجع بنحط كمان مرة عليها بسكوت قد ما بتكفي معاكم. أنا طلعت عندي 4 طبقات من البسكوت على حسب ارتفاع البايركس اللي أنتم مستعملينه. وآخر وش بنحطه برضو من الخليط تبعنا، ورح تحتاج إنها تتبرد بالثلاجة أقل إشي 4 ساعات. لو خليتوها 6 أو 8 بيكون أفضل. هي ما بتصير متماسكة، بس بتكون هي وباردة طعمها ألذ يعني.
هلأ بس لمجرد ما أرتبها رح أحطها بالثلاجة، أغطيها بغطاء نايلون علشان ما تاخد طعمات من الموجودة بالثلاجة، وأخليها الوقت المحدد. هلأ رح نعمل صوص هيك بسيط. هحط ربع كوب من الحليب، عليه معلقتين من الزبدة، وأسخنهم. ورح أحتاج لنص كوب من الكاكاو. أنا استخدمت الشيبس شوكولات. بعد ما سخن الحليب والزبدة رح أديرهم على الشوكولاتة تشيبس وأقلبهم على الخفيف هيك لغاية ما يتجانسوا عندي ويتكون عندي صوص خفيف وغني بنفس الوقت. رح نسكبه على صينية البسكوت والشوكولات اللي عملناها ونغطيه كل السطح فيها. الكمية وفيرة حتخليها هيك ملزلزة وطرية. بحرك الصينية هيك شمال يمين up and down علشان إيش كل الصوص يوصل لكل الأجزاء اللي بالصينية. فيكم تتركوها بالثلاجة مدة ساعة بعد الصوص علشان شوي يتماسك، بس هو راح يضله لين وشوي يميل إلى إنه يكون سائل أكتر، أو إنه ممكن على طول تقدموها مباشرة بعد ما تحطوا عليها صوص الشوكولاتة. زينوها بالطريقة اللي انتو بتفضلوها، وفيكم ما تحطوا عليها أي إشي. ممكن نحط رشة كاكاو باودر على السطح، أو ممكن نزينها بشوية شوكولاتة بيضة مبشورة. أنا استخدمت الشوكولاتة البيضة المبشورة. وهذا كل شي بفيديو اليوم. استودعتكم الله.